السلام عليكم، كي دايرتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الطريقه ديال ميني كيك، طريقه اللي زوينه بزاف واقتصاديه، فرديين تيجيو زوينين. نتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويربح من صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. كاس ديال سنيده، كاس د الليمون، كاس د الزيت، 2 كيسان دقيق، 2 بيضات، 2 خميرات حمر. نديرو البيض. بطبيعه الحال البيض ما يكونش في الثلاجه. شويه د الملحه. كاس سنيده على حسب الذوق، اللي يبغي الحلاوه يزيد، اللي يبغي ينقص ينقص. نخلطو حتى يتقطع البيض، نحصلو على كريمه. نحكو ديك الليمونه، ما نوصلوش حتى للبيضه، نديرو غير الفوقاني. كاس ديال الليمون، وقت الليمون هذا الليمون موجود. كاس الزيت. الا بغيتي تنجح معاك الكيكه وتجي ناجحه باول تجربه، دائما البيض والزيت حتى يتخلطوا في مره، حتى ما تبقاش باينه الزيت. 2 كيسان ديال الدقيق، اللي جاتو خفيفه بطبيعه الحال. الدقيق كاين اللي كيشرب، كاين اللي لا. انا درت هنا عطيتكم مقادير مضبوطه، ولكن الا جاتك خفيفه بزاف زيدي نص كاس ديال الدقيق. صافي تخلطيها غير بالخلاط اليدوي. تخلطيها، انا ما بغيتش نقطع معاكم، تخلطيها بهذه الطريقه هذه حتى تكتبي 8. الا كتبات لك 8 وما قطعاتش، عارفي راه الكيكه ناجحه معاك. حتى الاخير ونديروا الخميره. دائما لي كيك حتى الاخير عاد ديري الخميره حتى توجدي ليمون اللي تكوني غادي طيبي فيه، عاد ديري الخميره، تتجي منفوخه وتتجي زوينه بزاف. انا درت هاد الليمون هادو صغارين، راه موجودين في الاسواق. اللي بغى يدير شي مول اخر يديرو. بطبيعه الحال هاد الليمون هادو يهزو 2 معالق كبار، ما تزيديش عليهم 2 معالق كبار، غتجيك هي هذيك. ما يخصهمش يجيو طالعين بزاف، الا طلعت بزاف غادي يسيلوا لك غير في الجناب. 2 معالق غتجيك هي هذيك. بطبيعه الحال غدهنيهم غير بالزبده، ما ديري لا دقيق لا حتى شي حاجه، دهنيهم بالزبده، ما غادي يلصقوا ما حتى شي حاجه، غادي يجيو زوينين. صافي الفران يكون سخون، دخليهم الفران. غادي نديرو كاسرونه قبل ما نشعلو العافيه. غادي نديرو، درت انا واحد 2 كيسان ديال الليمون. هاد الكميه اللي درت ديال لي كيك غادي يجيها غير نصف ديال هاد الصلصه اللي غادي ندير، الكريمه اللي غنوجد. كاس ديال سنيده، ودائما الحلاوه على حسب الذوق. 2 معالق ديال كريم باتيسير. انا ما درتش النشا ما كيعطيش المذاق زوين مع الليمون، ما تيجيش زوين، ولكن الكريمه ديال باتيسير كتجي غزاله. ولكن اللي بغى يدير هذا القياس اللي درت انا ديال لي كيك، راه غير كاس كافيك. نديرو الليمون، النكهه ديال الليمون وتعطي اللون والمذاق. اللي ما عندوش نكهه الليمون بلاش، الليمون كافي. ولكن كيف سبق ليا وقلت لكم ديروا حتى نصف هذه الكميه غتكفيكم. انا راه شاطليه، الشاطليه بطبيعه الحال ما غيضيعش، غادي نديرو في كيكه واحده اخرى ان شاء الله. غتبقاي تخلطي، ما تحبسيش من التحراك، وحتى تحركيه مزيان عاد تشعلي البوطه. نرجعوا لي كيك ديالنا، هما وجدوا. هانتوما بسهوله كيتحيدوا، ما تحتاجيش ديري معاهم شي صعوبه ولا شي حاجه. اللي بغى يدهن الجناب يدهنهم بالكاوكاو، يرش عليهم كاوكاو اولا الكوك، تدهنيهم بالكونفيتور.
من الأحسن تخليهم غير هكايا جايين زوينين وجايين غزالين بلا حتى شي حاجة. هانتوما تيتحيدو بسهولة ومحمرين. صافي من بعد ما تقل تيتقال بهاد الطريقة هادي. نوجدو الكريمة هانتوما، جات غزالة بالنشا، ما تيجيش المذاق زوين. داك اللي الشي علاش انا كندير فيه كريم باتيسير تيجي زوين بزاف. صافي نعمرو هاد الحفيرات هادو. بطبيعة الحال غتزينيهم بالطريقة اللي بغيتي. بلا ما نطول عليكم، صافي هنا انا درت واحد الكيوي قطعتها طريفات صغار. اللي بغى يدير طريفة الليمون مع ورقة ديال النعناع تيجيو زوينين بزاف. اي حاجة عندك ديريها كتزين تجي زوينة، تخليهم هكايا كاع جايين زوينين وجايين غزالين. نتمنى تجاوبوا هاد الطريقة هادي ونتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينة، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم.